ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. النهارده بقى يا حلوين هنعمل الرز بلبن بطريقة سهلة جدا وبسيطة، بس بجد بطعم مميز جدا. وهقولك على التكات اللي هتوديه في حتة تانية خالص. بصوا الرز بلبن كريمي جدا، وهقولك ازاي ما ينشفش منك. بصوا حاجة، ولو عايزة كمان الوش يبقى مكرمش معاكي هقولك ازاي الوش يبقى مكرمش معاكي. بصوا بجد اطعم من رز بلبن ممكن تعمليه. يلا بينا نشوف حضرنا ازاي مع بعض. مبدئيا كده معايا كوبايه من الرز، هغسله كويس جدا وهنزل عليه ب4 كوبايات من الميه، وهسيبه لحد ما يستوي تماما، لحد ما يشرب الميه بتاعته. انا ضفت هنا كوبايتين وهضيف كوبايتين كمان. اهم حاجه تسويه كويس جدا. هغطيه بقى وتقلبي بقى فيه باستمرار عشان ما يلزقش منك في الحله. اهو كده زي ما انتوا شايفين، اهو كده استوى معايا. في المرحله دي بقى هضيف كيلو من اللبن. اللبن جاموسي، يفضل اللبن الجاموس، ما يفضلش اللبن المعلب. نتيجته جميلة جدا في الرز بلبن. افضل بقى اقلب كده زي ما انتوا شايفين. بجد هتعملي شوية رز بلبن حاجة كده تبارك الرحمن، بجد جميل جدا. هنا معايا ربع كوباية من اللبن كده، هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا، وهقلبهم كويس جدا وهضيفهم على اللبن. وهضيف بقى السكر حسب الرغبة، احنا بنحبه مسكر شوية. اهو زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلتلك قلبي باستمرار. كده خلاص استوى معايا. هضيف بقى ظرفين من الفانيليا، اهو زي ما انتوا شايفين كده. كوباية الرز عملت معايا كمية كويسة جدا. هنا بقى هعمل كريمة كده احطها على الوش. معايا 3 معالق كبار من السكر، عليهم ربع كوباية من اللبن، وربع كوباية من الكريمة. ده كريم شانتيه عادي. بس بجد الخطوة دي بتودي الرز بلبن في حتة تانية خالص. جربيها هيعجبك جدا. وفي واحدة حبيبتي طلبته مني فعملته لك اهو يا حبيبتي. اي خدمة. هي سامعاني دلوقتي. هنا بقى بعد ما حضرت الكريمة كده زي ما انتوا شايفين، اصب بقى الرز كده في الكاسات. في اعمله في الفرن وفي اعمله من غير فرن. بصي بقى، لو عايزه الوش يبقى مكرمش معاكي، اول ما تفضيه كده في الاطباق تقومي مغطياه وتحطيه في التلاجة كام ساعه كده، هتلاقي الوش يكرمش معاكي. وكل ما تكتري اللبن كل ما الوش يكرمش معاكي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، هاخد كل معلقه من الكريمه وهضيفها على الوش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتسيح كده على الوش وهتدي طعم بجد فظيع. هتجربيه بنفسك وهتحكمي عليه. اهو كده حطيته بقى، مسكت الاطباق دي حطيتها تحت الشوايه كده، خدت لون، بس بجد طعمه تحفه جدا. وبجد الوش لما بتحطي تحت الشوايه كده بيدي طعم جميل جدا. بصوا قوامه، بجد حاجه كده كريمي جدا.
بجد افضل طريقة رز بلبن ممكن تجربيها. جربيها وهتدعيلي جدا. اتمنى بقى تجربوا بنفس الطريقة، ولو عجبتكم طريقتي يا ريت ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة.